ستاربكس. كاين اكثر من 30 ألف قهوة ستاربكس في 80 دولة في العالم، ولكن كيف ستاربكس ولات ماركة معروفة؟ مثلا شيكاغو ستاربكس، نيويورك ستاربكس، روما ايطاليا ستاربكس، هادو تيربحوا اكثر من 64 ألف دولار في النهار، وبين اكتوبر وديسمبر ستاربكس عبات اكثر من 3 مليار ديال الدولار. كيفاش؟ القصة بدات من هنا، من بيبليك ماركت سنتر في سياتل، فين تلاقى ذا فيكو، جيري بولدوين وجوردن بوكر. سنة 1970 أصدقاء ثلاثة قرروا أنهم يدخلوا عالم تجارة القهوة، ولكن ماشي أي قهوة، لا، عالم تجارة حبوب القهوة عالية الجودة. أول حاجة داروا قلبوا على مانتر باش يفهموا الحرفة مزيان. لقاو مانتر اللي كان هو بيتر كان هو الرجل الأول والمسؤول على إدخال وتحميص القهوة لأمريكا في عام 1971. أصدقاء ثلاثة ذا فيغو، جيري بولدوين وجوردن بوكر فتحوا أول محل لبيع حبوب قهوة عالية الجودة في سياتل بمساعدة بيتر من طبيعة الحال. في الأول كانوا تيقلبوا على اسم للمحل الجديد، وبعد واحد التفكير كبير في اختيار الاسم المناسب في الآخر اختاروا اسم ستار باكس. هذا الاسم خداوه من شخصية روائية كلاسيكية مومبلديك، لأنهم كانوا عارفين مزيان أن السمية مهمة بزاف في البيزنس. الأصدقاء الثلاثة كانوا تيجيبوا القهوة من كولومبيا، أندونيسيا وإثيوبيا. ومن بعد 5 سنين الأصدقاء ثلاثة تمكنوا أنهم يتوسعوا مزيان في سياتل ويفتحوا محلات جديدة لبيع حبوب قهوة عالية الجودة. في عام 1982 غيعينوا تشولز مدير تسويقي للشركة. كان تشولز أول مدير تسويقي محترف تتعينه ستاربكس. في هذا الوقت وفي الثمانينات أمريكا كانت عندها ثقافة القهوة مختلفة على دابا، كانوا الناس يشربوا قهوة مرة في الأسبوع وغير في الدار. سنة 1983 تشولز سافر للطليان لميلان، وهنا لاحظ ان المقاهي كاينين في كل بلاصه وتيرحبوا بالزبناء بواحد الدفء وواحد الحماس لا دخلتي لشي كافي. ولاحظ ان المقاهي تجمعوا فيها الناس من اجل الراحه والاسترخاء ولقاء الاصدقاء. وقال على المقاهي انهم بحال شي مكان ثالث بين الخدمه والدار. قال مع راسو اجي علاش ما نقلت هذه التجربه ديال المقاهي الايطاليه وثقافه الاسبريسو لامريكا. وهنا فين غادي تحول ستاربكس من واحد المحلات اللي تيبيعوا غير القهوه ديال الحبوب للمقاهي اللي تيقدموا افضل المشروبات في امريكا. وسنة 1984 قدمت ستاربكس أول كافي لاتيه، وكانت تجربة ناجحة بزاف وبدا الطلب على اللاتيه في أمريكا. وسنة 1987 تشولز مع مجموعة من المستثمرين والأصدقاء ديالو شراو ستاربكس ب 3.4 مليون دولار من عند ذيف فيغو، جيري بولدوين وجوردن بوكر. ومن بعد ما استحوذ تشولز على ستاربكس تبع واحد السياسة توسعية عدوانية ستاربكس كل براسها، لدرجة أن برامج التلفزيون والناس دايرينها نكتة. One day every house in America will have their own private plumbing to Starbucks. Can I help you? I'd like to get my ear pierced. Well, better make it quick, kiddo. In 5 minutes, this place is becoming a Starbucks. وفي عام 1996 وصلت عدد المقاهي ل1000 مقهى ستاربكس، وفتحوا أول مقهى عالمية في اليابان وسنغافورة. ومن بعد بداو تيتوسعوا في العالم كامل، في آسيا، أوروبا، الصين، الشرق الأوسط، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. في إفريقيا ستاربكس فتحات في مصر، جنوب إفريقيا والمغرب من طبيعة الحال في 2008. وللأسف ومع الركود الاقتصادي العالمي عرفت ستاربكس انخفاض كبير في المبيعات لأول مرة في التاريخ، وهذا اللي خلاها أنها تسد مجموعة كبيرة من المحلات. وصلت ل 900 محل، 600 محل اللي سداتها في 2008 و300 محل اللي سدات في 2009. وهنا بدات تتراجع سياستها التجارية وبدات تركز على تقديم أفضل خدمات للزبناء وتركز على العملاء وسماتهم شركاء وعطاتهم صفة شريك، ونقصت من المحلات والمقاهي اللي عندها واحد الدخل ضعيف. التكنولوجيا لعبت دور كبير في الهيمنة والتغيير اللي عرفته الشركة. في 2009 كانت من أهم اللحظات المهمة لستاربكس، أثرت فيها موبل آب، وكانت من الشركات الأولى اللي تدخل عالم التكنولوجيا. وفي نهاية 2021 شكلت طلبات الهاتف المحمول ما يقارب 24% من المعاملات اللي عرفتها أمريكا. واليوم في عام 2023 وصلت تقريبا نصف 44% من جميع المعاملات بواسطة الموبل آب. وبين أكتوبر وديسمبر وصلت المبيعات ل 3 مليار دولار من بواسطة الهاتف. بعد النجاح الكبير اللي حققته الشركة في 50 عام، دابا دخلت الشركة المغامرة جديدة وهي محلات ستاربكس الفاخرة واللي تسميها ستاربكس ريزيرف. تصميم هذه المتاجر الجديدة فريد من نوعه على واحد المساحة كبيرة
تستهدف المدن السياحية العالمية بحال نيويورك، شيكاغو، شنغهاي، روما إيطاليا. فهاد المتاجر البارتيستا تيقدموا خدمة مختلفة في تحضير القهاوي وصناعة مشروبات مبتكرة جديدة كل نهار. في أول أسبوع لهاد المتاجر حققت أرباح خيالية تتقدر $64,000 في اليوم، هو أكثر من اللي تحققوا محلات ستاربكس العادية في الأسبوع. ستاربكس تبقى ماركة عالمية اللي بدلات ثقافة القهوة في أمريكان وفي العالم، وهي شركة تعتمد على ثقة الزبناء مقابل أنها تقدم لهم أفضل أنواع القهوة والخدمات. أنا سميتي سي محمد العصماعي، إلا كنتي أول مرة تشوفني ما تنساش دير لايك، سبسكرايب، شارك هذا الفيديو مع أصحابك وعاوني باش نوصل ل 1000 مشترك. سلام.